ما تيجوا نتكلم عن البرولاكتين أو زي ما احنا عارفينه هرمون اللبن اللي هو مش مخصوص للبن. مبدئيا كده البرولاكتين ده الهرمون اللي بيطلع من الغدة النخامية بعد الولادة علشان يتدفق اللبن لإرضاع البيبي. لكن الحقيقة إن هو له أكتر من 300 وظيفة في الجسم، مختص بالمناعة، الشهية، النوم، وكمان له علاقة متداخلة مع بقية الهرمونات. البرولاكتين بيعلى عند الستات وعند الرجالة، سواء أدى ده إلى وجود إفراز لبن في الثدي أو لا. وهنا في عندي مستويين من العلو. في المستوى اللي هو موجود في التحليل عالي تقريبا فوق 100 اللي بيحتاج تدخل طبي للتشخيص والعلاج، وهنا بيبقى السبب هو الورم الحميد في الغدة النخامية، بنسميها مايكرو أدينوما، بنعمل لها MRI. دي قصة لوحدها، ودكاترة الغدد بيعالجوها ودكاترة الأورام بيعالجوها، وجاما نايف في موضوع كبير. القصة بقى اللي أنا بتكلم عليها فانكشنال دي قصة تانية خالص، اللي هو برولاكتين عالي بس مش قوي، من 20 ل 40. وهنا أنا بتكلم ستات ورجالة ومفيش لبن في الثدي أو في حاجة بسيطة عند السيدات. ده إيه؟ ده طريقة جسمك بيقولك بيها إنك متوتر. أيوة، هو هنا صوت التوتر. الجسم شاف إنك أنت محترق، متعصب، بيرند اوت، حياتك ملخبطه، فهو بيحاول يهديك ازاي؟ عن طريق ان هو يطلع البرولاكتين. لكن الحقيقه دي طريقته في التفكير. احنا اتفقنا انه في فلسفه دايما وراء كل تصرفات جسمنا، هو بيحاول يحمينا بس في الاخر بتعكي منه. احنا اتفقنا على المبدا ده. فالبرولاكتين لما بيعلى يحصل ايه؟ النوم يبوظ اكتر، المزاج يبقى وحش، الرغبه الجنسيه تبقى مش تمام، الاداء الرياضي يبقى مش تمام، والشهيه كمان تبوظ. هنا بقى احنا عايزين نبص من منظور الطب الوظيفي. ايها الجسم، انت متضايق من ايه؟ عشان كده طلعت لنا البرولاكتين. هي دي الطريقه لفهم موضوع البرولاكتين. الجزء الاول عن ارتفاع هرمون اللبن، ويعطيكم العافيه.